السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير كامل على خير. مرحبا بكم في قناتكم لديليس نعيم. اليوم جيتكم بالوصفة خفيفة يحبوها الكبار والصغار، بطاطا على شكل بيتزا، ما تديلكمش كامل من وقتكم، ووصفة اقتصادية وراح تعجبكم بزاف. مقبل ما نبداو الفيديو حبيت نشكر المتابعين اللي راهم يدعموا فيا، ومرحبا بالمتابعين اللي دخلوا جدد للقناة. هنايا ما بقى لنا غير نبداو الوصفة. بسم الله. هنايا عندي 6 حبات بطاطا راح نربيهم بهذه الطريقة، ما تكونش خشينة بزاف وما تكونش رقيقة بزاف. وهنا راح نصفيوها من هذاك الماء والنشا اللي تطلقوا هذيك البطاطا، راح نصفيوها مليح مليح، وتقدروا تخليوها لمدة 10 دقائق حتى تطلق هذاك الماء كامل والنشا، ومن بعد راح تصفيوها بهذه الطريقة. وهنايا بعد ما نصفيوها راح نقطع هنايا البصل الأخضر، كما تعرفوا هو مفيد للصحة. أنا استعملته هنايا في الوصفة، وزدت لها حبة بصل تكون صغيرة نزيدو نقطعوها بهذه الطريقة كامل، وراح نحطوها مع هذيك البطاطا. وهنا نزيد نقطع هذاك المعدنوس، نقطعوه لازم يكون رقيق بزاف. هنا درت لكم هذا الفيديو طويل باه تفهموا مليح. هنايا راح نزيدو هنايا 3 فصوص ثوم، ولا تقدروا حتى ديروا 4، ونزيدو لها فلفل أسود والملح. راح نديرو الملح هنا 2 ملاعق ويكونوا صغار، و2 حبات بيض بدرجة حرارة المطبخ، وملعقة كبيرة نشا مايزينا، وراح نزيدو لها ملعقة صغيرة خميرة هكذا باه تطلع لنا خشينة شوية ما تكونش رقيقة بزاف. هنايا راح نخلطوها كامل، راح ندخلو هذاك البيض كامل في هذيك البطاطا بهذه الطريقة. وهنايا راح نسخنو المقلاة نديرو لها شوية زيت، لازم تكون سخونة باه نحطو هذيك البطاطا، ولازم تكون على نار تكون قليلة حتى تحمر لنا من التحت، ونقلبوها في طبسي ونعاودو نرجعوها على النار تكون قليلة وحتى تحمر لنا من جهتين. وراح نديرو لها لاصوص تاع بيتزا، هذه كنت خدمتها معاكم من قبل، ونزيدو لها هنايا الفرماج المبشور، ونزيدو لها البيض، ونزيدو لها شوية زعترة، ونزيدو نحطوها على نار تكون قليلة حتى يذوب هذاك الفرماج ونقدمو. وهذه هي الوصفة تاع اليوم، وإن شاء الله تعجبكم وتجربوها، ونتلاقاو في وصفة أخرى إن شاء الله. سلام.